صباح الورد. صباحكم كله رزق. النهارده جايين نتكلم عن الموضوع التاني اللي احنا ممكن يعني نقدر نحافظ بيه على مكانتنا وما نخليهاش تتعطل خالص. قارئ الكروت. طبعا ده اكتر حاجة بتقلق التجار وبتضايقهم ان قارئ الكروت يتعطل في اول الشهر ويضطر التاجر إنه يروح يصلحه. ومع ان احنا الموضوع نقدر نحله من البداية خالص وما نخليش الموضوع يحصل تماما. ازاي انا اقدر اخلي قارئ الكروت بتاعي سليم ومحدش يجي جنبه والدنيا شغاله معايا تمام والمكنه ما تتعطلش بسبب قارئ الكروت؟ الموضوع بسيط. اي بطاقه فيها مشكله، البطاقه دي ما تخشش جوه المكنه، ان دي هتضر المكنه. بمعنى البطاقه في كذا نوع من انواع المشاكل في البطايق. البطاقه النحاسه بتاعتها فيها رايش متجرحه او طالع منها سنون حاده. البطاقه النحاسه بتاعتها مخلوعه محطوط على جسم تاني مشابه للبطاقه. البطاقة بيها مشكلة في جسم البطاقة نفسه مكسر أو في مشرخ. فده دول الثلاث حاجات الشائعين. أنا لما بحط جسم البطاقة البطاقة فيها رايش، البطاقة بتحتك بالقارئ الكروت الداخلي جوه المكنة. فده هيؤدي في الآخر إن السنون اللي جوه قارئ الكروت هتتقطم أو هيحصل فيها مشكلة. او جسم البطاقه مش طبقا للمعايير الفنيه اللي مصممه ليها المكنه. فده هيؤدي ان جسم الشيب ريدر نفسه يتخلع من مكانه وهيكسر السنون بتاعته من على البورده، ودي مشكله خطيره جدا ممكن تؤدي في الاخر لتلف المكنه تماما. الموضوع الثالث ان سن جسم البطاقه مكسور، فبالتالي انت عامل له وصله او صاحب البطاقه عامل له وصله او تخشينه، فبيدخل البطاقه، فجسم البطاقه نصه بيبقى جوه ونصه بيبقى بره، فده بيسبب مشكله برضو في الشيب. حل الموضوع ده ان احنا من البدايه خالص البطاقه اللي فيها مشكله صاحبها هيتوجه مشكورا ان هو يعمل لها اعاده طباعه عشان هو يصرف بشكل منتظم، وحضرتك ما تضرش المكنه بتاعتك وتعطل باقي الناس اللي محتاجه خدمه حضرتك. فده منتهى البساطه. يعني هي القصه كلها ان قيمه الدعم او قيمه الفلوس اللي هتطلع من البطاقه اقل بكتير جدا من قيمه تكلفة الوقت وتكلفة المجهود وتكلفة قطعة الغيار اللي هتتحط في المكنة لو المكنة دي باظت أو تلفت. فالموضوع بسيط، إن إحنا وإحنا شغالين هنخلي الناس اللي عندها مشاكل في البطاقة بتاعتها تعمل إعادة طباعة للبطاقة، والموضوع ما بياخدش وقت خالص. إن شاء هي مجرد فترة قصيرة وهيقدر يصرف بطاقته، يصرف ببطاقته تاني. وبالتالي أنا هقدر أحافظ على مكانتي ومش هتعطل خالص أول الشهر ولا آخر الشهر ولا نص الشهر. إن شاء الله أشوفكم على خير. واحنا حبينا بس ان نصبح عليكم ونقول لكم صباح الفل. النقطة التانية، احنا محتاجين ندعم حضراتكم ان انتوا تعملوا لنا شير او مشاركة للفيديوهات بتاعتنا عشان توصل للتجار كلها، وتقدروا تشتركوا عندنا في القناة وفي الصفحة. وده طبعا عشان نقدر نوصل المعلومة لكل التجار والكل اللي محتاج المعلومة من مصدرها عشان يوفر وقته وفلوسه. ان شاء الله النهارده هيبقى في فيديو تاني بخصوص ربط مخازن فرع شركة الجملة واللي هيحصل في الفترة اللي جاية، واحنا الخطوات اللي هنعملها عشان التجار تنفذ الخطوات بسهولة وما يبقاش عندهم مشاكل وهم بينفذوا. شكرا جزيلا ليكم وبصبح عليكم مرة تانية. صباح الفل.